إلى الشاعر مصطفى جعفر، تحية كبيرة له. السلام عليكم. أنا استفيد أوي أحيي الأستاذ فريد، وأنا يعني ليا شرف كبير إن أنا قاعد مع أصحاب عالية زي حضراتكم وزي حضراتكم كلكم، وأشكر صديقي الشاعر الكبير الأستاذ محمد حسن. صديقي الكبير الأستاذ نور، وأشكركم كلكم. يعني أتمنى إن اللي هقوله يعجبكم إن شاء الله. أنا النهارده يعني الشعر من أكتر الحاجات اللي بتعجبني في الشعر رسم اللوحات والكلمات. وتاني حاجة الحالة. فأنا هتكلم الأولانية عن رسمة بس بالكلمات، والتانية عن حالة. الرسمة من التسعينات، بتتكلم عن مترو مصر الجديدة وبيع الجرايد وشوية حاجات ذكريات من التسعينات. الشعر شاعر بشعور خطير، أشعار مشاعر بشعار كبير، أشعار شارع والبيت بتاعنا والمترو الأخضر وميدان سفير، يوم زحمة يابا والناس كتير، ورمي زمر أتوبيس يطير، وبنت شطة جت على المحطة في الشنطة حاطة كتب كتير، والشمس رايحة والدنيا سايحة، طلبة مدارس وعيال تعاكس وبياع جرايد فارش عرايد، على الأرض راصص جرانين كتير. وفجأة قامت كل المحطة، المترو قرب ألحق لي حتة، لكن الغريبة المترو فاضي قافل بيبانه والناس قصادي، واللي يزعق واللي ينادي افتح لي يا اسطى الحق معادي. الاسطى قال ورشه يا حضرات، وكانه جاي يرمي السلامات. ودي كانت حكايه من الحكايات عن مترو جاي وعدى وفات. التانية بقى حالة. كنت ماشي بتمشى في الشارع كده في مصر الجديدة أنا واحد صاحبي يعني أنا عايز أقول لك المترو ده صديقي اللي مات يعني للأسف. المترو بتاع مصر الجديدة يعني ركبت مرة جربته كان موصل أنا ركبت عشان رحلة اعتبرتها رحلة أنا وصاحبتي. المترو الجديد ولا بتاع المرغان؟ لا المترو مصر الجديدة. مصر الجديدة القديم. تركب كده ما عملناش حاجة ورجعنا ده متعة عشان رحلة، لأنه ما فيش منه في لبنان. حابة أجرب. وكان صديقي ده بيشتكي لي من مراته اللي بيتجوزها عن حب. انا عارف يعني عارفهم قصته من الاول يعني، وانه خلاص مش طايقها، وان عملت وعملت وخلاص، وانها جايه لي بعد ده كله بتقول لي بتحبني. انا مش عارف ارد، اقول انا مش طايق اقعد معاها، انا مش عارف ايه. طب ايه ده رجعت البيت كتبت الكلام. أنا من كتر حبي وغرامي فيكي نفسي تسيبيني عشان أزعل عليكي. أنا من كتر حبي وغرامي فيكي نفسي تسيبيني عشان أزعل عليكي، وأعيط وأزيط وأصوت عليكي، وأعذب وأنكد وأهدد عينيكي، وأقول لو مشيتي مش هندم عليكي. تقوم انت تمشي واعيط عليك واحزن واشحتف واقطع هدومي واقعد في بيتنا واكل جبنه رومي، واقول للناس في بعدك الايام علموني. بس انت اعمليها وسيبيني وجربي، ولو مهما اسرع اوعي تقربي. ومين عارف ما يمكن يوحشني عمل الراضي. ابوس ايدك امشي مره وجربيني، ولو جيت لك برجلي ابقي عوريني. شكرا. أستاذ مصطفى جعفر، تحية كبيرة.
تحيه كبيره لأستاذ يعطيك الف عافيه. شكرا يا استاذ. شكرا لك. تفضل هنا يا استاذ.